ايوه، يعني ايه علاقه محمد رمضان بالافروسنتريزم؟ هل محمد رمضان يقصد فعلا ان هو يروج لافكار الافروسنتريزم ويدمر صوره الحضاره المصريه او يسيبها تتسرق؟ فيلم اسد رغم انه عمل سينمائي قوي في كل حاجه، بس القصه ما تفهمش عايزين يحكوا بيها ايه، والحكايه دي بقصد ولا بدون قصد. السلام عليكم يا صاحبي، في النص التاني من الرحله خلينا نكمل حكايه الافروسنتريه اللي بدأناها الفيديو اللي فات. سايبهولك هنا عشان لو ما شفتوش. يلا بينا. شوف يا صاحبي، الافروسنتريك ما عندهاش ياما ارحميني في الايديولوجيا بتاعتهم. هم مش داخلين يناقشوا تاريخ، هم داخلين ياخدوا المحفظه والحضاره ويجروا. العقيده بتاعتهم بتتلخص في 3 ادعاءات اساسيه، هم دول المانيفستو اللي قايم عليه كل الفيديوهات والتويتات اللي بتشوفها على التايم لاين. الادعاء الاول وده اللي بنسميه الجائزه الكبرى، سرقه الملوك. الافروسنتريك بيقولوا لك نصا ان الملوك اللي بنوا الاهرامات والملكات اللي حكموا مصر زي حتشبسوت ونفرتيتي وتوت عنخ امون كانوا سود البشره، ملامحهم قادمه من افريقيا الاستوائيه جنوب الصحراء. وفشلوا يثبتوا الكلام ده في ندوه القاهره الدوليه لعلم المصريات سنه 74 اللي نظمتها اليونسكو زي ما حكينا في الجزء الاول. نيجي بقى للادعاء الثاني وده الاخطر، وده اللي بيمسك انت شخصيا، سرديه الغزو والاحلال. الافروسنتريك علشان يحلوا معضله طب لو الارض دي بتاعتنا، الناس اللي عايشه في مصر دلوقتي دول مين؟ طلعوا بنظريه عجيبه جدا. بيقولوا ان المصريين الحاليين، انا وانت والناس اللي واقفه على عربيه الفول في السيده زينب، دول ما لهمش اي علاقه بالفراعنه. احنا في نظرهم بقايا غزاه رومان ويونانيين وعرب واتراك جم احتلوا البلد وطردوا السكان الاصليين اللي هم السود في رايهم لجنوب الصحراء. طبعا الكلام ده جينيا وعلميا بلح باللبن، لان في سنه 2017 معهد ماكس بلانك لعلوم التاريخ البشري في المانيا عمل دراسة جينية هي الأضخم والأدق في التاريخ الحديث. الباحثين فحصوا الحمض النووي لمومياوات مصرية قديمة من منطقة أبو قير بتغطي فترة زمنية بتعدي ال 1300 سنة من الدولة الحديثة للعصر الروماني، والنتيجة اللي نشرتها مجلة نيتشر الشهيرة صدمت الأفروسنتريك. الجينات أثبتت إن المصريين القدماء كانوا أقرب جينيا لسكان الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، والأهم إن الدراسة أثبتت إن المصريين الحاليين هم الامتداد الجيني المباشر لأجدادهم الفراعنة، مع نسبة اختلاط جيني بأفريقيا جنوب الصحراء حصلت في العصور المتأخرة، يعني عكس روايتهم تماما هو اللي حصل. ما تسمعنا يا عم الحدوتة بقى. أنت مش محتل وجيناتك في دمك بقالها 7000 سنة، ودي في حد ذاتها حاجة إعجازية أصلا. مفيش غير أنت وحضارتين غيرك في العالم كله اللي لسه محتفظين بجيناتهم الأصلية وتقدر تنسبها لجدودك من 7000 سنة كاملة. يجي بقى للادعاء الثالث والأخير في عقيدتهم وهو التلوين الشامل، بان بلاكيزم. الموضوع هنا ما بقاش واقف على مصر بس، دي سرحت منهم خالص. الايديولوجيا اتمددت وبقت بتدعي ان كل الشخصيات التاريخية المؤثرة في تاريخ البشرية كانت سوداء البشر. حنبال القرطاجي اسود، اسحاق نيوتن كان اسود وخبوه، الانبياء سود، الفلاسفه اليونانيين سرقوا كتبهم من مكتبه الاسكندريه اللي بناها الفراعنه السود، مع ان مكتبه اسكندريه اتبنت في العصر البطلمي اليوناني اصلا، يعني بعد الفراعنه. بس مش مهم الحقائق لما الايديولوجيا تعوز كده. عارف زمان لما كنت تتفرج على فيلم وتلاقي الاحداث مش منطقيه فتيجي الست والدتك تقول لك اصل المخرج عايز كده، او هنا برضو المخرج عايز كده. العقيده الافروسنتريه مش قايمه اصلا على علم الاثار، دي قايمه على حاجه اسمها كونفيرميشنال بايس او الانحياز التاكيدي. هما بيجيبوا تمثال مصري قديم حصل فيه كسر في الانف بفعل عوامل الزمن او التدمير ويقولوا لك شايف مناخيره مكسوره عشان يخبوا ملامحه الافريقيه، مع ان كسر الانف في التماثيل دي ظاهره دينيه وسياسيه معروفه في مصر القديمه اسمها دامنيتيو ميمورياي لابطال قوه التمثال الطقسيه، وبتشمل تماثيل لملوك من كل الملامح. هو استاذ امير عيد مأكد لي ان ابو الهول مناخيره وقعت لاسباب تانية خالص. العقيده دي بتعيش على العاطفه وبتكره المختبرات، ولما العلم بيواجهها بالدي ان ايه والاثار بتهرب فورا لنظريه المؤامره وتتهم المؤسسات العلميه الدوليه بالعنصريه. المنهج ده اتحول من مجرد افكار في كتب لترند رقمي مدعوم بمنصات ومشاهير، وده اللي هحكيه لك دلوقتي ازاي الافكار دي اتطورت عبر التاريخ ووصلت للتيك توك ونتفليكس. الحركة الأفروسنترية ما فضلتش محبوسة في كتب الشيخ أنتا ديوب. في فترة السبعينات والثمانينات الأيديولوجيا دي خدت تذكرة دخول رسمية لأكبر الجامعات الأمريكية وتحولت من مجرد أفكار سياسية لأقسام أكاديمية كاملة تحت اسم أقسام الدراسات الأفريقية السوداء أو البلاك ستاديز. التحول ده قاده أكاديمي أمريكي اسمه موليفي كيتي أسانتي، رئيس قسم الدراسات الأفريقية في جامعة تمبل الأمريكي. أسانتي سنة 1980 أصدر كتابه الأساسي Afrocentricity: The Theory of Social Change، وهو أول واحد صك المصطلح ده بشكل منظم. المنهج اللي حطه أسانتي في جامعة تمبل كان بيقوم على فكرة مأسسة الأيديولوجيا، يعني تحويل الادعاءات التاريخية لمناهج تعليمية بتدرس للطلبة السود في أمريكا كحقائق مطلقة، والاعتماد على صناعة كوادر أكاديمية معاهم ماجستير ودكتوراه
دكتوراه في التخصص ده عشان يشرعنوا الطرح بتاعهم بره الدوائر العلميه التقليديه لعلم المصريات. في التسعينات بقى الفكره سابت مدرجات الجامعه الضلمه ونزلت الشارع، وهنا حصلت النقله الاخطر، دخول الايديولوجيا في ثقافه البوب كلتشر وموسيقى الهيب هوب والراب الامريكي. يعني فرق ومغنيين راب كبار في التوقيت ده زي فرقه بابليك انمي وكوين لطيفه بداوا يستخدموا الرموز المصريه القديمه زي مفتاح الحياه وعين حورس وتماثيل الملوك في كليباتهم بقى وجولاتهم الغنائيه، وربطوها بشكل مباشر بالهويه السوداء. تعرف تتكلم بلدي؟ لا مش كوين لطيفه دي يا صاحبي، التانيه كانت اغمق من كده. الفكره ما كانتش مجرد حب في التاريخ، دي اتحولت للايف ستايل وموضه بتعبر عن التمرد على النظام الابيض في امريكا. الشباب السود في امريكا بقوا بيتربوا من خلال الاغاني والسينما المستقله على انهم اصحاب حضاره وادي النيل، وان الراجل الابيض سرقها منهم وكسر مناخير التماثيل عشان يخبي الحقيقه. هنا الفكره اتمسحت منها اي ريحه مراجعه علميه وتحولت لعقيدة شعبية غير قابلة للنقاش. مع دخول القرن ال21 وبداية عصر السوشيال ميديا، الافروسنتريزم بتشهد طفرة جينية تكنولوجية. الخوارزميات بتاعت منصات زي تيك توك ويوتيوب واكس ما بتهتمش بالحقيقة العلمية، هي بتهتم بس بالريتنشن والإثارة. أي فيديو بيطلع يقول إن توت عنخ آمون كان أسود والمصريين الحاليين حرامية حضارة كان بياخد ملايين المشاهدات بسبب الخناقات والجدل اللي بيحصل في التعليقات. الحركة هنا اتحولت لجيوش إلكترونية منظمة بتدخل تعمل سبام وريبورتات لأي أثري أو مؤرخ مصري أو عالمي بيقول كلام علمي عكس هواه. ذروة التطور ده والمأسسة الرقمية حصلت سنة 23 لما منصة نتفليكس أنتجت وثائقي الملكة كليوباترا من إخراج وإنتاج جادا بينكت سميث. أيوة هي مرات ويل سميث اللي خانته. جابوا فيه ممثلة سمراء البشرة بملامح أفريقية واضحة عشان تقوم بدور كليوباترا، مع استضافة بقى متخصصين في الوثائقي بيقولوا جملتهم الشهيرة: أنا لا أهتم بما يعلمونكم إياه في المدارس، لكن جدتي قالت لي إن كليوباترا كانت سوداء. يا أخي مرات ويل سميث تلهيك وتجيب اللي فيها فيك والله. الرد الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية واللجان العلمية الدولية في 23 بيفكك الوثائقي ده تاريخيا وجينيا. كليوباترا السابعة كانت ملكة من الأسرة البطلمية، مقدونية يونانية العرق، وتاريخ عائلتها موثق بالكامل بالعملات المعدنية والتماثيل والوجوه الرومانية واليونانية المعاصرة ليها اللي بتوضح ملامحها بدقة. نتفليكس هنا استخدمت أداة الوثائقي لتمرير فرضية أيديولوجية هوليودية بتخدم مين بقى؟ سوق الترفيه اللي قايم أصلاً على إرضاء الهويات العرقية في أمريكا، بغض النظر بقى عن تدمير الحقيقة التاريخية، ما تخصهمش، دي بقى مش قصته. التطور ده بيوضح لك اننا مش قدام مجرد خناقه في كومنتات، احنا قدام حركه اتطورت على مدار 50 سنه، من فكره في كتاب لاقسام جامعيه لكليبات راب، لحد ما بقت بتمتلك منصات انتاج عالميه قادره تزيف التاريخ وتوصله لمليار بني ادم بضغطه زرار واحده. طب عارف بقى مين هم الرموز والشخصيات العامه اللي بتدعم الافكار دي حاليا وبتمولها كمان في العالم؟ تعال اقول. لما الايديولوجيا بتتحول لموضه وثقافه بوب ما بتفضلش محبوسه في كتب الاكاديميين، دي بتتنقل لبق نجوم هوليود اللي بيملكوا ملايين المتابعين. وهنا بتبدا الكارثه الحقيقيه، لان النجم بيمرر المغالطه التاريخيه وسط نكته او تصريح عابر من غير ما حد يحاسبه. خد عندك ابرز مثال حي وصادم على الموضوع ده هو الفنان الكوميدي الامريكي كيفن هارت. في اواخر سنه 22 وبدايه 23 قامت الدنيا وما قعدتش في مصر، وتم تدشين حملات مقاطعه ضخمه أدت في النهاية لإلغاء حفلته الستاند اب كوميدي اللي كان مقرر يعملها في استاد القاهرة، وده بسبب تصريحاته اللي قال فيها بالنص كده: يجب أن نعلم أولادنا تاريخ الأفارقة السود الحقيقي عندما كانوا ملوكا في مصر، وليس فقط تاريخ العبودية في أمريكا، يجب أن نتذكر الأيام التي كنا نحكم فيها. حكمت إيه يا كيفن؟ بس كيفن هارت ما هوش مؤرخ وما فتحش كتاب علم مصريات واحد في حياته، هو ساب تاريخ مملكة بنين وإمبراطورية مالي اللي أجداده الحقيقيين جم منها، وجاي ينسب لنفسه ملوك الأسرة الفرعونية في مصر لمجرد إرضاء كبرياء والعرق. الرمز الثاني والأقوى تأثير في الفترة الأخيرة هي جيدا بينكت سميث، مرات الممثل ويل سميث الشطورة زي ما قلنا في الفصل اللي فات. جيدا سميث بتعبر عن تيار كامل في هوليود اسمه كوربريت افروسنتريزم او الافروسنتريزم المؤسسي التجاري. التيار ده مش مهتم بالعلم، هو مهتم بالبيزنس المدموج بالبروباجندا الثقافيه. جيدا لما قررت تعمل سلسله وثائقيه عن الملكات الافريقيات كان قدامها خيارات تاريخية حقيقية لملكات سوداوات البشرة غيروا تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء، زي الملكة أمينة ملكة زازاوا في نيجيريا، أو الملكة نزينجا ملكة ندونجو وماتامبا اللي هي أنجولا الحالية اللي حاربت البرتغاليين. لكن جيدا سابت كل التاريخ الحقيقي ده وراحت لكليوباترا اللي هي مقدونية يونانية العرق ومفيش في دمها نقطة جينات أفريقية سوداء واحدة. ليه بقى؟ عشان اسم كليوباترا ماركة مسجلة عالميا وبتجيب فلوس ومشاهدات، وفي نفس الوقت بتخدم الأيديولوجيا اللي عاوزة تصبغ شمال أفريقيا باللون الاسود. اتقل بس لسه ما خلصناش، قول لي بس عملت لايك ودينك واشتركت كمان في القناه؟ ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟
تعالى خلينا اكمل. عندك مثلا المغنيه العالميه ريانا اللي ظهرت اكتر من مره في جلسات تصوير بتجسد فيها الملكه نفرتيتي، ورسمت وشم عقيله حورس تحت لا مؤاخذه صدرها، وصرحت قبل كده لمجله فوج انها بتشعر بارتباط روحي وجيني عميق بالملكات المصريه القديمه. يا حبه عيني، I love the way you lie والله يا استاذه ريانا. وعندك كمان المغني ومصمم الازياء كانيه ويست اللي ضرب تصريحات في لقاءاته وقال ان التاريخ اللي كتبه الراجل الابيض كذبه كبيره، وان السود هم الجذور الحقيقيه لكل عماره وحضاره قديمه في الارض بما فيها الاهرامات. الشخصيات دي بتمثل راس الحربة في نشر الفكر الأفروسنتري عالميا لسببين. أول حاجة تسطيح الوعي. الجمهور ما بيقراش دراسات معهد ماكس بلانك للجزيئات الحيوية، لكن بيشوف بوستات ريانا أو تويتة كيفن هارت. التصريح هنا بيتحول لحقيقة بديلة بالتكرار. وتاني حاجة التمويل الناعم. النجوم دول وصناديق الاستثمار اللي وراهم بيمولوا معارض وماركات أزياء وبرامج تعليمية في أمريكا بتتبنى السردية دي بالكامل، وبيحولوها من مجرد رأي شخصي لمؤسسات ضغط ثقافي قادرة تفرض شروطها على شبكات الإنتاج العالمي. الخطورة مش في إن فنان يغلط في التاريخ، الخطورة إن المنظومة النجمية دي بتصنع غسيل مخ جماعي بيقنع بقى ملايين الشباب إن تاريخك أنت كمصري هو ملكية خاصة ليهم، وإنك مجرد سارق للحضارة دي. وده بينقلنا للجزء اللي جاي. مين المستفيد الحقيقي ورا الكواليس من العك ده كله، ومين اللي بيدعمه سياسيا؟ لما تلاقي حركة فكرية بتتنقل من مجرد عقدة نفسية عند شوية فنانين في هوليود لسياسات إنتاجية بتصرف عليها شبكات عالمية وصناديق تمويل ضخمة، لازم تسأل نفسك فوراً السؤال الأزلي في السياسة: مين المستفيد؟ المعركة ما بقتش معركة لون بشرة بقى ولا خناقة على ملامح تمثال، دي معركة جيوسياسية بتستهدف تفكيك الهويات الوطنية في منطقة شمال أفريقيا وتحديداً مصر. سامحني على الكلام المجعلص، بس أنا مش بجعلصها والله، الموضوع خطر بجد. لما المنصات العالمية تصر على تمرير السرديات دي، هم مش بيخدموا الإبداع، هم بيخدموا أجندات سياسية بتسعى لخلخلة استقرار الدول المركزية المستقرة. تعال نرجع للجمل اللي لفتت النظر في فيلم أسد: الأرض ملك لله مش ملك للأشخاص، وحرية الهجرة. الجمل دي هي حقيقية وكلنا ملك لله، بس لما تتزرع بقى في سياق سينمائي موجه عن تاريخ مصر، هي بتلعب على وتر ايديولوجي خطير بيطبخ في مراكز أبحاث دولية بقاله سنين. المفهوم ده في العلوم السياسية اسمه نزع الإقليمية والسيادة. الهدف منه إقناع الأجيال الجديدة إن فكرة السيادة الوطنية والحدود الجغرافية التاريخية دي مفاهيم رجعية وعنصرية وياكي ولازم تتلغي. دراسات الجيوبوليتكس الثقافية بتوضح إن طمس الهوية التاريخية للشعوب هو الخطوة الأولى لتبرير فرض مخططات ديموغرافية وجغرافية جديدة. لما العقل الجمعي الدولي بيقتنع إن المصري الحالي ملوش حق تاريخي أو جيني في الأرض دي، وإن هي كانت مجرد أرض مستباحة أو محطة استعباد وهجرة، بيبقى من السهل جدا سياسيا وقانونيا في المستقبل الضغط على الدولة دي لتمرير مشاريع توطين أو فتح حدود أو تمييع مفهوم المواطنة تحت شعارات حقوق الهجرة الدولية ومشروعية الأرض. المستفيد الأول من نشر أفكار الأفروسنتريزم هو أي قوة إقليمية أو دولية عاوزة تحرم مصر من أكبر مصادر قوتها الناعمة والصلب، اللي هي العمق التاريخي المتصل. مصر مش مجرد دولة جغرافية اتوجدت بالصدفة على الخريطة بعد الحرب العالمية، مصر هي الدولة المركزية الأقدم في التاريخ اللي حافظت على حدودها وجنسها البشري على نفس الرقعة الزراعية لآلاف السنين. الامتداد ده هو اللي بيدي للدولة دي تقلها السياسي والسيادي في المنطقة. لما تسحب السجادة دي من تحتها وتحول تاريخها لتاريخ مشاع ملك لأي حد إلا أهلها، أنت بتحول مصر جغرافيا من دولة ذات سيادة وأصل حضاري لمجرد ممر أو جسر بين القارات ملوش صحاب أصليين. تفتيت الهوية الوطنية وصناعة صراعات عرقية داخلية وإقناعك إنك غريب في أرضك هو السلاح الأرخص لتدمير الأمن القومي الثقافي من غير ما العدو يضرب ولا طلقة رصاص واحد. هنا بنرجع لنقطة البداية، فيلم أسد. لما صناع الفيلم يغيروا الجغرافيا والتاريخ وينقلوا ثورة الزنج من البصرة لمصر، بيمرروا شعارات زي الأرض مش ملك للأشخاص وحرية الهجرة في سياق سينمائي بيصور مصر كأرض عبودية. هم هنا مش بيقدموا وجهة نظر فنية، هم بيفتحوا الباب بقصد أو بدون قصد للاختراق الثقافي الناعم. حماية التاريخ والدفاع عن الهوية الجينية والأثرية لمصر مش رفاهية فكرية، السينما بتصنع الوعي، والوعي هو اللي بيحمي الحدود. العلم قال كلمته والآثار منقوشة على الجدران، والباقي على وعيك انت. اعمل شير الفيديو ده على قد ما تقدر وخليك جزء من الوعي ده. أشوفكم في موضوع جديد في لاشين توكس. سلام.